مدافع مغربي وصف بالأعجوبة ورافق ريال مدريد إلى كأس العالم للأندية. أبهر زيدان وأنشيلوتي وذهب بيريز خصيصا لتحيته. اللاعب المغربي الشاب الذي سأحدثكم عنه في هذا الفيديو تمكن من إبهار زين الدين زيدان وجعل فلورنتينو بيريز يتوجه إلى غرفة الملابس من أجل تحيته. لاعب شاب ذو بنية جسمانية هائلة وطول يبلغ 185 سنتيمترا، يملك قوة بدنية هائلة وصلابة دفاعية قارنتها الصحافة الإسبانية بكبار المدافعين في الليغا، وذهبت بوصفها حد تسميته بأعجوبة ريال مدريد. اللاعب الذي سنتحدث عنه ليس مجرد موهبة تحت رادار الكشافين الأوروبيين، بل هو لاعب متألق مع ريال مدريد، وموهبة يتوقع لها الجميع أن تكون صمام أمان الميرينغي لأعوام كثيرة قادمة. من هو هذا اللاعب؟ وكيف أصبح نجما شابا في ريال مدريد؟ هو الشاب الذي يعرف باسم مارفيل، مدافع في فريق ريال مدريد تحت 19 عاما، وأحد اللاعبين الذين كانوا حاضرين في بعثة النادي الملكي التي شاركت في كأس العالم للأندية الأخيرة في المغرب. اشتهر مارفيل أو مارفيليوس أنتولين غارثون كثيرا في الوسط المدريدي بعد أن تمكن من إبهار مدرب الفريق آنذاك زين الدين زيدان بعد مراقبته عن قرب خلال تمارين الفريق الرديف، مما أدى لاستدعائه لفترة قصيرة إلى تمارين الفريق الأول عام 2021. وصل مارفيل إلى إسبانيا كطفل رضيع بصحبة والدته ذات الأصول النيجيرية، التي أبلغت السلطات الإسبانية أن ابنها قد ولد في الدار البيضاء بالمغرب، والآن بعد انفصال والدته بالتبني عن والده يقسم وقته ويعيش مع كل منهما فترة. فضل اللاعب العيش مع والدته إيزابيل التي تسكن بالقرب من مجمع تدريبات ريال مدريد. بدأ مارفيل مسيرته في طفولته مع ريال مدريد مع فريق الأطفال تحت 10 سنوات، ثم غادر إلى أتلتيكو مدريد في موسم 2011-2012، ولكنه لم يستمر طويلا هناك وتنقل بعدها إلى فرق في الدرجات الأدنى حتى وقع مع رايو فايكانو في 2015، وهناك شاهده كشافة ريال مدريد من جديد ليعود إلى بيته السابق في موسم 2016-2017. قال عنه مدربه في فايكانو أنخيل دونيل آنذاك: لن أنساه أبدا، لم أصدق أن طفلا يمتلك كل تلك الإمكانيات، لهذا تعاقدت معه على الفور في رايو فايكانو. لم يستمر معنا طويلا حتى استعاده ريال مدريد. يشتهر مارفيل بالقوة الجسدية والسرعة، ويساعده على هذا طوله الذي يبلغ 184 سنتيمترا. أبهر اللاعب كل من شاهده بسبب مستواه والطريقة التي ظهر بها مع فريق كاستيا، حيث يلتزم بتعليمات مدربه أسطورة ريال مدريد راؤول غونزاليس. أما المباراة التي جعلت الجميع يصفق له كانت أمام فريق برشلونة با، ليدخل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد إلى غرفة خلع الملابس عقب المباراة، وقدم التهنئة له على مستواه الذي أظهره أمام البلاوغرانا، ودفع مستوى مارفيل الأخير مع فريق كاستيا إدارة الميرينغي إلى التفكير في تقديم عرض جديد له لتحافظ على نجمها، بالرغم من أن عقده الحالي ينتهي في صيف 2025، خاصة بعد انتشار التقارير التي تفيد بأن مانشستر يونايتد يريد التعاقد معه. وتأمل إدارة ريال مدريد أن يستمر هذا التحسن مع مارفيل في فرق الشباب إلى أن يصل إلى الفريق الأول ويحجز مقعده في التشكيلة الأساسية.